في حاجات جبنه مش حقيقيه اصلا، يعني جبنه بلاستيك. انت لو سبتها شويه تحس او تقطمها تحسها بتزيق في بقك والله. بس بيبقى طعمها حلو يعني بالنسبه لي. ايوه. طيب ازيكم يا جماعه في حلقه جديده من دردشه على الهادي. الحلقه دي معانا نجم اليوتيوب، مفيش حاجه ما دقهاش قبل كده، غالبا مفيش اكله ما يعرفهاش، مفيش مطعم ما راحوش. معانا عمرو شريف. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. عاده في الحلقات يعني في حلقات عدت جبنه كبده وسجق، بس المره دي بقى عشان جايبين فود ريفيور، جايبين سوشي. انت عارف مبدئيا ايه ده؟ اصل انا لما بطلب سوشي مثلا بيبقى معايا لسته كده، حد يعني معموله مثلا من 7 سنين، بيجي لي الويتر بديها له بيروح يقعد ينقلها، بس هو ده اللي بينزل لي. انا حابب اقول بس انا مبسوط النهارده ان انا اصلا مع هادي، انا فان جدا ليه يعني الصراحه والمحتوى اللي بيقدمه، فشكرا يعني. انت استضفتني عندك النهارده. الله يخليك. شكرا جدا. انا مبسوط انك جيت والله. ربنا يكرمك. انت عامه بقى انت ابتديت امتى الحوار الفود ريفيوز ده؟ عشان انت من اوائل الناس اللي بدات في تقريبا الموضوع ده. من 5-6 سنين مثلا، حاجه كده يعني. اليوتيوب نفسه من 7 سنين تقريبا برضو، مش متذكر قوي، بس كنت عملت فيديو كده بقارن فيه برجرز مع بعض. يعني تعالى على نفسك وكل بقى. ماشي حاضر يعني حاضر عشان اللي انت عايزه. والفيديو ضرب جامد والناس تقبلته بشكل حلو جدا. فكملت في الموضوع. وانا كده بحب الاكل، بس عمري ما كنت بفكر اخده محتوى اصلا. وقتها اصلا ما كانش في محتوى اكل على السوشيال ميديا، اصلا ما كانش في تيك توك وقتها، ما كانش في انستجرام ريلز. كان تقريبا هو المحتوى بتاع الريفيو بتاع الاكل كان في محتوى اكل، بس كان تحديات اكتر. ناخد المنيو وناكل خروف، واللي خسرني ايوه اللي خلص خروف كامل. يعني الحته دي. لا انا كنت عايز اعمل يعني اخد بقى فكره المقارنات مثلا، استكشاف الماركت عامل ازاي. فدي كانت السكه اللي مشيت فيها اكتر يعني. طب بتجامل بقى في الريفيوز بتاعتك؟ لو في مطعم عملت له اعلان قبل كده بتجامل بقى وانت؟ لا صراحه لا خالص. عمرك ما عملتها؟ لانه خد بالك مبدئيا المقارنات انا عمري ما عملتها بيد نهائيا. هو المقارنات دي للجمهور. ايه اغرب ريفيو عملته؟ يعني جيت دقت حاجه طلعت قبيحه بغض النظر عن اللي حصل من شويه ده، يعني في اسوأ من اللي حصل من شويه؟ في اسوأ. ايه بقى؟ مره كنت بعمل حلقه ممبار، كنت جايب 10 اماكن، اخر واحد فتحته بس كده قمت قافله. ريحته كانت صعبه جدا. بتتظبط بقى وانت داخل اي مطعم اكيد؟ بحاول يعني انا نفسي يبقى عندي الباور ده ان انا ابقى ضامن ان انا وانا داخل ناس كده مش هيطلع لي اوردر وحش. لو رايح اجربه لاول مره بحاول اطلبه عندي في البيت او اروح متخفي عشان اخد الاكسبيرينس بجد، اشوف بقى تعامل الناس ازاي، البرزنتيشن عامل ازاي، سرعه الاداء عامله ازاي. لكن لو انا رايح افنفن يعني رايح مثلا مع ناس صحابي وبتاع ما بركزش، عرفوني ما عرفونيش برضو يعني انا مش مركز. يعني انت لو عندك عزومه حلوه بتعمل الاوردر عادي زي اي حد كده في التليفون، ولا بتعرفهم ان انت عمرو شريف علشان يخافوا فيظبطوا؟ لا على حسب مدى العزومه الاهميه. ومش فكره يخافوا يعني، ممكن هو حد اصلا هو حاببني وقال لي انا عايز مثلا اظبط معاك حاجه. طب مع ظهور التيك توك بقى وبقى ناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده، ازاي قدرت بقى تكمل وانت بادئ من ايام اليوتيوب وكده؟ غيرت شويه في نوعيه المحتوى اللي بتعمله؟ طبعا يعني تحس كان في بقى منافسه كبيره جدا في المحتوى. يعني فكره ان بقى في ريلز كتير وبقى في شورتس وفي تيك توك، الناس كلها بتعمل المحتوى ده على منصات تانية يعني. هو تحس ان هو بقى في بعض السهوله في الموضوع. انا كنت شايف دايما ان في حتت كتيره في المحتوى ما اتغطتش، زي مثلا في العاب ممكن تعمل برودكشن العاب مثلا، او تلعب لعبه زي دور ال16 اللي عندي على القناه مثلا. فده يعني عشان تعمل مثلا حلقه ساعتين مثلا او ساعه الا ربع او ساعتين الا ربع مثلا، ده صعب، وصورها 4K كمان وتصرف وتعمل وكده، ده موضوع مش سهل اكيد. وفي نفس الناس بتستمتع بيها، يعني تحس ان هو قاعدين بيتفرجوا على فيلم. في دلوقتي كذا ستايل بقى، يعني في اللي بياكل ويتف والحاجات دي. ايه رايك في الحاجات دي؟ انا برضو اكلت من شويه وكنت تعبان. لا ما هو انت شكلك كنت متضايق بجد. بس في ناس بتعملها دعايه، اللي هو انا كده مش هيعجبني الاكل وهتف. بص خد بالك من حاجه، كل واحد ليه الستايل بتاعه، فاهم؟ ولازم هو عارف هو رايح فين بالظبط بالمحتوى بتاعه. سهل جدا ان فيديو عندك يضرب، سهل جدا تتشهر، صعب جدا تكمل. يعني عادي ممكن النهارده تعمل فيديو لو تك وبقيت حديث سواء اكل او غير اكل، حديث الناس كلها. بس كمل على ده وتعرف تخلي الناس على طول معاك ماشيه في الحوار ده صعب جدا. اكيد مبسوط باللي بيحصل، بس انا ساعات ببقى متضايق
من بعض المعاملات اللي مش مظبوطه، اللي في مثلا في غش، في عدم مهنيه للموضوع. اهم حاجه ياخد القرش ويمشي، مش مهم المطعم عامل ازاي. الحاجات دي صراحه دي اللي تضايق يعني. بس خد بالك من حاجه، بعد كل موجه بيبقى مثلا اللي بيسرفايف براند 2 3 بالكتير، والباقي ده كله بيتبخر. فهو ده هو حلو على فكره، حلو ومنافسه حلوه، بس الموضوع الناس بقى فاكره ان هو خلاص كله يعني يلا بينا ننط في بس لا، صعب تكمل. صعب يعني تفضل مكمل وتبقى براند فعلا ناجح وحقيقي انك تكمل بعد الموضه كمان. ده صعب جدا جدا. وفي موضات ما بتعيش يعني ممكن تبقى ليها هوجه كده وتعمل زي مثلا عارف في موضه كده اللي هو كان اللي بيعملوا ايس كريم باي حاجه. دي كانت موضه، اللي هو اي حاجه ممكن تقول له عسل وطحينه ايس كريم ويقعد يعمله لك كده. فرحت جربته كان روش موضة مثلا وقتها، بس عمري ما هروح دلوقتي. هو في ناس بتعمل ايه، بتعمل كونسبت فرانشايز ويخلع. فرانشايز يعمل كونسبت جديد وفرانشايز وهكذا في كده مثلا. والناس دلوقتي عرفت ان الناس بتحب الجبنه تقريبا، فاي حاجه يقوموا حاطين جبنه اللي هو مغرقينها جبنه. وكل الحاجات دي فيها لعب كتير جدا. في حاجات جبنه مش حقيقيه اصلا، يعني جبنه بلاستيك. انت لو سبتها شويه لحس او تقطمها تحسها بتزيق في بقك والله، بس بيبقى طعمها حلو يعني بالنسبه لي. ايوه. انا باكلها يعني. هو بالظبط يعني. انت لو اكلت الجبنه الكويسه كذا مره، اول ما تقطم القطمه كده تحس لا ده مش. لا انا بقى قصدي السايحه برضو. كله ماشي. لو بقى هتفتح مطعم، تفتح مطعم ايه؟ انا مش هفتح مطعم في نسبه كبيره يعني لو قررت. عارف انت او ايه يعني تقترح لحد واحد جاي يقول لك انا هفتح مطعم؟ عارف انت الناس اللي تتاخر في الجواز قوي، مثلا تعدي مثلا ال 40 50 مثلا 60، هو خلاص هو بعد ما يوصل يقول لك انا مش هتجوز خلاص. هو شاف الواقع بيقول لك انا بيتعقد من الاخر. كل ما بيغوط اكتر لجوه بيجيله. بس انت بعلاقاتك واصلا بالشانل بتاعتك لوحدها ممكن تقوم المطعم. ايوه، بس انا بقى عندي زي بيت خايف بالمطاعم. يعني مش عايز تبقى في الناحيه الثانيه اللي هي بتاعت ممكن في يوم، انا ما اعرفش يعني. انا ممكن اعمل مطعم في يوم، وممكن اعمل بيزنس بشكل عام بره المطاعم خالص. بس انا عارف انت ايه، بجد المجال صعب. انت بتلعب بلاي ستيشن عامه؟ بلعب بلاي ستيشن. كوره فيفا. ماشي، يلا بينا ناخد لنا ماتشين كده ونلعب كام لعبه ليها علاقه بالاكل. يعني انا مستوى متوسط، يعني في ناس بتيجي تكسبني اللي بيلعبوا التيمت تيم، وانا بكسب اللي هم اللي على الله مثلا كده يعني. هنشوف يلا بينا نروح نلعب فيفا. ظبط دراعي. انت الشاي برضو بتميز ما بينهم وتستطعم وبتاع؟ سلام. الشاي مش احنا مش شاي، انا بشرب مثلا 2 3 في اليوم. 2 3 شاي في اليوم؟ بجد ممكن قهوه مره مثلا، لكن الشاي مدمن شاي الصراحه. طب هسألك اسئله سريعه كده. ايوه اتفضل. ترد عليا بكلمه. كلمه واحده ماشي. الاسئله دي بناء على ذوقك انت الشخصي. ماشي. لما بتحب تاكل فرايد تشيكن تروح فين؟ دلوقتي مفيش بجد. طب لما تحب تاكل سمك بتروح فين؟ بحري الصراحه. عايز تشرب عصير مانجا تروح فين؟ ابو حيدر. ابو حيدر ده بتاع عصير؟ لا ده بتاع شاورما. بجد والله؟ هو ده بتاع شاورما بتاع مصر الجديد. وبيبيع عصير مانجا؟ عنده عصير مانجا ايه. حلوه دي. اوف بجد والله. والله خطير. طب احسن برجر؟ مؤخرا مين؟ ايه اتقل اكله اكلتها في حياتك؟ هو ممكن الكوارع بورق عنب دي، بعتبرها من الحاجات التقيله. الكوارع بشكل عام تقيله يعني. ولا انت اصلا بتتابع كوره من زمان يعني؟ متابع كوره ولا انت متابع للدوري المصري من زمان؟ مصري؟ يعني من الكوره المصريه، الكوره المحليه دي يعني ماليش قوي بقى اللي هو في الكوره الاوروبيه، اللي هو عارف هتلاقيني عارف المشهور. ايوه انما مش قاطع بقى. ايوه فاهم. الدوري المصري فيه حقبه بقى كده اللي هي 2006 2008 2010. انت لسه يعني انت لسه متابع اصلا؟ بتفرج الى الان بس يعني على ايه؟ على الدوري المصري. بنقي بقى. اوكي. يعني ماتش اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، اهلي ومش عارف ايه كده. أيوة. بتنقي. بس مش هقعد بقى اتفرج على مقاولين وترسانة. لا ولا حتى الاهلي والترسانة يعني فاهم. لازم يبقى ماتش حاسمي باهمي. بص الجون المقرف ده. ايه مقرف؟ ما عشان مقرف ما جاش. انت برضو صريح مع نفسك. الصراحه شايفك اتعدلت لي. لا انا عايز اغير الخط بس الشوط قوي يخلص بس. بص انا بخاف من الناس الهاديه في حياتي بشكل عام. لان الهدوء ده يعني ده بيسبق العاصفه. ايوه برافو عليك. فاهم؟ تلاقي في حياتك انت برضو كده ايه، شخص مسالم، بس بقى ايه، ناس تقعد بقى وبعد كده هوبا بينا تديهم في الشارع. بص بقى
واضح بقى يلعب بقى بالايه، بدا يلعب بالمهارات. الله 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 الله، شكرا شكرا. حكم نزيه جدا، ومدريد لا يفوز بالحكام ابدا. الله الله الله، ده لا ده في حركات، ده بيمينه ده محمد صلاح. ده صلاح. ماشي، نغير الجول. انت عامة بقى بتشجع ريال مدريد؟ لا، بتشجع مين؟ انا برشلوني بس في العهد القديم. ايوه، ما انا كنت فاكر ان انا برشلوني لحد ما اكتشفت ان انا لا برشلوني ولا حاجه. انا لحد ما ميسي كنت بحب مش... ميسي بس. ميسي عندما ذهب ميسي ذهبت كل شيء، ذهب الجون كل ده على شيء. فكره ما يجيبوش غير واحد لعيب قوي على لا فكره. والله ولا اي حاجه، والله العظيم انت والله حطها لي في الدقيقه وبتاع ولا اي حاجه. وفالفيردي برضه. انت عارف ان انا بعوض؟ عندك المعلومه دي حتى من 2-0 عوض ايه في الفاينل ولا ايه؟ الله عليك يا صلاح، صلاح. يلا ابو مكه أنا بقى. يعني انا برضو ممكن اكسره، بس انا برضو صلاح يعني يا صلاح بقى ما تعملش الحركات دي، خد بالك. الله عليك. هو كل ده اتحط في الفيديو، كل ده للاسف. كل ده يعني وانا برقص كده وانت بتغني وكل حاجه. 2-0. انا 2-0 يا جدعان. انا نفسي افهم من اول حلقه موضوع الناس اللي ورا الكاميرا بتسقف لما اخسر ده. حوار اغرب حوار في الدنيا. بص بيحبوك. ما تبصش. لا بص، ما تبصش. بص هنا هنلعب لعبه. هديك توابل، ماشي؟ هتحطها كده على طرف لسانك كده، تدوقها وتقول لي دي ايه. ماشي. انا على فكره انا مش عارف، يعني انا هقرا. ماشي. مبدئيا كده ده اول حاجه. ما انت شفتها، حاول لما اديك المعلقه ما تبصش. ماشي. ده زعتر. ده زعتر. دقه. نعرف منين؟ سماق. سماء. خلاص احنا قلنا سماء. هو يقول. لا ما انا مش عارفها. سماء. يعني انت كنت هتعرفها بذمتك؟ عمري ما اكلتها كده، انا اكلتها جوه الفراخ يعني. ماشي اتفضل. الحاجات دي صعبه قوي يا جماعه، اعرفها ازاي؟ ده ايه ده؟ ده حبهان. بهار مخصوص طاجن. انا بصراحه قلت دي صعبه. انا لا هي بقرا اللي فوق هنا كده. 7 بهارات 60 جنيه. سبع بهارات تقريبا. فين؟ ايه 7 بهارات؟ هي بهارات مخصوص طاجن. بهارات مخصوص طاجن. بهار مخصوص طاجن يا جدعان، اللي مش عارف يعني. ثانيه ما انا هحطها. اتفضل. طبعا ده بهار معروف جدا في جزر الهند. اللي جايه دي ما تبصش عشان شكلها مش عارف ده لب سوري ده ولا ايه. الحاجات دي ما بتدقش كده يعني. ده ايه بقى؟ ده ريحان. دوق انت. مش ريحان. ايه الاوريجانو ده؟ هو ده الريحان؟ هو لو كان كلف خاطره وراح المحل ومسك البلاطه كده ودقها بطرف لسانه ولقاها مززه كان عرف انها فاس تاني. انت كنت جبته اكل. ما انت الاكل هتعرفه، احنا ده. انا مش عطار. ده شطه. ما اعرفش. ده بابريكا. ده شطه. ده بابريكا. ايه ده؟ شطه. صح. شطه. صح. لا فلفل احمر. ما هو شطه. ماشي والله. فلفل احمر هو شطه. لا بس ده فلفل احمر ما بيبقاش، ما هو ده بابريكا. هو بابريكا فعلا. انبسطت النهارده. مش عايز تاخد حقك تاني ولا انت خلاص استسلمت؟ ماتش كمان. خلي بالك انت كده بالخطه. ايوه. اللي انت بدات قديمة. بيها. انا الماتش ده هتلاقوني مش بتكلم كتير بقى، لان ايه؟ لان عايز اكسب بقى. انا صراحه انا تعبت من الاكل. احنا بصراحه دوقناك حاجات وحشه قوي. انا الحلقه دي كانت جايه بس المحشي حلو. خد ده. غشاش. الله. طب انت لما بتتعزم في عزومه، ايوه، راح عادي تاكل مع حماتك، أيوة مع صحيح. خالتك، عارف الحاجات دي؟ اه بيتوتروا اكيد. انا بدخل هم الناس كلها خايفه ان انا اعمل ريفيو وحش عنهم. ايوه داخل عزومه وانا رمضانيه. الصراحه يعني لا، انا ابسط من كده بكتير. ولو حاجه وحشه عمري ما اقول عليها وحشه يعني، لو في يعني، مع ان كل الناس اللي بتعزموني اكلهم حلو كده يعني، بس يعني لو في حاجه وحشه ما بقولش. ما استحاله طبعا هتقول على حاجه وحشه وانت لا ما بقى يعني ما مش بقى لا والله. بص المكرونه بشاميل اللي كانت عايزه بيضتين زياده. الله. ماشي. هنلاحظ انت حلو في الشوط من بعيد. انا شويت من بعيد فعلا. يعني هي ستايل، انا بلعب ستايل الشوط من بعيد والترقيص من قريب.
فينيسيوس في اكل بقى صحي خسرني طعمه حلو، ايه قلت ايه؟ اكل صحي وطعمه حلو اه بجد. والله. انا بحس المعادله دي صعبه قوي. لا خد بالك، احنا كناس يعني بتاكل، مش كفود بلوجرز، قصدي احنا أيوة، كبني آدمين عادي. ادمين يعني. لساننا بيتعود على شيء معين من الاكل. يعني انت وانس انت مثلا قطعت سكر مثلا، قطعت سكر خالص مثلا، وكلت وانت مثلا بتشرب الشاي يا عم مثلا معلقه سكر، وجيت شربت ربع معلقه تحسه حلو جدا عشان انت اتعودت. يعني الناس اللي بتاكل اكل صحي مش وبقالهم فتره يعني مش حاسين بالمشكله في حوار الطعم ده. ايوه بس احنا اتعودنا على الملح الزياده، على السكر الكتير، على الحاجات اللي مدهننا. هم بالنسبه لهم خلاص الموضوع بيبقى على بس هتفضل الزبده برضو ليها رونق. بيحطوا زبده، يحطوا كل حاجه، بيحطوا كل ما ده حاجه كده ما بقاش بس بسيط لا يعني بعقل. يعني هيحط مثلا فاهم سكر ستيفيا مثلا، مش فاهم كده يعني، تلاقي الدنيا ايه في اللذيذ يعني. انت متجوز؟ دي مفاجاه؟ لا ما ماشي. مراتك بتتعذب معاك في حوار الاكل ده؟ لا عادي، بني ادم طيب في البيت والله، مش زي المطاعم يعني. والله العظيم خالص يعني فاهم. لو عملت لي شوربه وفراخ انا مبسوط. الموضوع ابسط من كده بقى. الصبح اعمل فطار، اعمل بيض بالسمنه يعني. بس فاكرني بقى انت بقى بتطبخ صحيح؟ لا انت نفسك ما بتطبخش؟ لا مالك اعمل نودلز حلوه ده اللي واتفنن نودلز بقى اي حد بيعملها. لا شفتها في فيديو كذا طريقه لعمايل النودلز. بحب بقى اتفنن بقى، احط بقى الكريمه البتاع على فاهم، على الاوريجانو اللي احنا جبناه من شويه ده، مع على بصل حبيبات. احب قوي الحاجات دي. اسمح لي اسالك واشوكك واقول لك، اتفضل. انت بتاكل ايه بقى؟ اكتر حاجه بتحبها ايه؟ اكتر اكله باكلها؟ بتحبها قوي بتاكلها، ممكن تاكلها كل يوم عادي؟ انا بطلب اكل من بره كتير قوي، يعني اكتر من ما باكل في البيت. فبصراحه بقيت بعمل ايه بقى، بفتح الابلكيشن ان كان هو ايه يعني، وكاني فتحت التلاجة كده فاهم، اقعد اقلب فيه كده اشوف هاكل ايه النهارده كده يعني. هتكمل شغل اضافيه؟ يلا. ايه اللي انا فوقت لك تاكل ايه بقى؟ ما قلتش برضه يعني بحب مؤخرا بقيت باكل حاجات، بحاول انقي اكل خفيف يعني مشاوي مثلا. ايه اكتر اكل تحب تاكلها؟ انت ما جاوبتش على السؤال. اكتر اكله بحبها؟ ايوه اوكي. بحب ورقه اللحمه عامه، بحبها بجد يعني. ورقه لحمه مع رز وملوخيه دي بالنسبه لي حاجه خطيره جدا. ورقه لحمه احلى ورقه لحمه. لو عايز تاكل ورقه لحمه بتروح فين؟ ما مش من الحاجات الفيفوريت بالنسبه لي قوي، فقشطه يعني ما مش مركز فيها قوي يعني. ما عملتهاش حلقه قبل كده، ممكن نعملها حلقه. خد بالك الظروف اللي انت فيها انا برضه في نفس الظروف. لا 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 لا, لا. انت تروح ازاي بذمتك؟ عشان انت ما بتعرفش تشوط. هو انا اللي بشوطها ولا ايه؟ انت اللي بتشوطها. انا بدوس مربع. انت اللي بتكنترول الزاويه. يلا فينيسيوس، يا فينيسيوس يا عم الحاج. شفت دي؟ قرايه ملعب دي، خد بالك. شفت دي؟ ده شغل جوارديولا ده. توقعت واحد عشان ما يطلعش بالهجمه، انا عارف الحركات دي. ما توترت عمرو، توتر. يلا اخر هجمه ورودريجو. انا اسف، ما شخص الماتشين. هادي بس نمس خد بالك. لا الماتشين خلي بالك. لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت برضو انت يطلع منك كل ده. ماشي يا عم هادي. يلا وريني. يا ساتر، شكلك هتحطها في الجون. الحمد لله. طبعا نهايه غير اخلاقيه، بس نعمل ايه بقى؟ اللاعب النظيف يكسب. تعادلنا بس تمام يعني، بس عملت ماتش حلو. شكرا يا جماعه. في اي حاجه عايز تقولها ليها علاقه بالاكل او ليها علاقه بالبرنامج ده او ليها علاقه باي حاجه قبل ما نختم؟ بجد لو ده مقلب فيا فاقول. لا والله بجد يعني بجد. لا في فرصه قدام الجمهور اعترف دلوقتي. انت السوشي للدرجه دي قفلك للدرجه دي؟ لا. والبهارات ده ايه؟ لا بس البهارات دي عادي، دي لعبه. استنى انا اجرب كده احساسك يعني. فهمتك الموضوع ورا بعضه كتير، وبعدين بتحبس بشاي. بس انت عامه والله نورتني وشرفتني. ربنا يكرمك يا باشا والله، واتمنى اكون ضيف خفيف عليك. عليك. نورتني وشرفتني دي حاسسها مش عارف مذيع قوي يعني.
وانت ايه؟ بس اتبسطت انك جيت. لا انا هنا يعني قاعد في انت البيت هادي يعني. اوكي ماشي. والله انا انبسطت طبعا، يعني انا ممكن اقول انتوا بعيد عني قد ايه، هم بعاد عني جدا، فيعني كانت رحله حلوه قوي انبسطت الصراحه. الله يخليك. يعني انا في الاخر ورثت. ممكن اطلع اكمل محشي؟ يلا بينا هنختم بس الحلقه. شكرا يا جماعه. دي كانت نهايه حلقتنا من دردشه على الهادي. استنونا في حلقات جديده. سقفه. شكرا. شكرا.